العاشرة تماما بتوقيت أسمر. إلى حضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، مستهلة إياها بالعناوين. نتائج مشجعة لزراعة الأسماك في سدود الإقليم الأوسط. نفير لحماية التربة وحفظ المياه في قدقد. أعضاء القوات الدفاع يتبرعون بالدم. مقتل 4 جنود من قوات حفظ السلام الأممية في مالي. أوكرانيا تتهم روسيا بقصف 20 موقعا عسكريا وموسكو تحذر. ومصرع 5 أشخاص على الأقل في انهيار مبنى في بانكوك. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن مكتب وزارة الثروة البحرية في الإقليم الأوسط تحقيق نتائج مرضية لزراعة الأسماك في سدود الإقليم واستفادة سكان الريف البعيدين من البحر والمدن من الأسماك. وأوضح مسؤول المكتب السيد إياس التكو بدء زراعة الأسماك في الإقليم الأوسط في سدي ماي نفحي وعد شاكا بموجب الخطة الصادرة عام 1994 لزراعة الأسماك في 8 سدود على مستوى البلاد. وأشار إلى زراعة الأسماك في 33 سدا في الإقليم الأوسط من جملة 40 سدا في مديرية شرجقة وبريخ وقال نفحي وأخرية. وتوقف العمل في السدود ال7 الأخرى لجفافها. وذكر قيام وزارة الزراعة سنويا بحماية السدود من الطمي وزراعة حوالي 60,000 شجرة أعلاها لتثبيت التربة. وتوجد في الإقليم الأوسط 16 جمعية تعاونية لصياد الأسماك تضم 77 عضوا، 45% منهم من النساء. يقوم سكان ضاحية قدقد في مديرية الشعب بأنشطة نفير واسعة لحماية التربة وحفظ المياه ورفع الإنتاج الزراعي، ويشمل العمل بناء المدرجات والحواجز المائية وإصلاح الحواجز التحويلية للسيول وصيانة طريق قحتيلاي شعب. وأوضح المشاركون في النفير أن عدم حصولهم على الدعم الآلي هذه السنة جعل معظم مياه السيول تذهب إلى البحر، وأثر ذلك سلبا على إنتاجهم ومعيشتهم، ويعملون حاليا بقوة للحصول على إنتاج أفضل. وأفاد مراسل إيرينا عمل السكان بالنفير لصيانة 350 مجرى تحويلي وبناء المدرجات والحواجز المائية في الأراضي الزراعية. كما جرت أنشطة نفير لبناء المدرجات والحواجز المائية في الأراضي المنجرفة في ضواحي الشعب منشب وتيلوك ووقيرو وود إيلو وصيانة طريق قلب وقريت. تلقى 80 مواطنا دورات مهنية نظرية وتطبيقية في مدينة كرن تمثلت في الخياطة وتصفيف الشعر وغيرها. وشارك أعضاء جمعية بدها الوطنية في دورة الغزل التي استمرت ل6 أشهر، وقد وزعت الجمعية خيوط تمكنهن العمل لفترة 3 أشهر ودفعت إيجار مكان العمل ل6 أشهر. كما قدم فرع الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا دورة تدريبية لتصفيف الشعر ل49 امرأة. ونظم اتحاد كرة القدم في إقليم عنسبة دورة تدريبية حول التحكيم ل16 شابا، بينهم شابة واحدة عن طريق اتحاد كرة القدم لمديرية أسماط ليقوموا بتأهيل الحكام. تبرع أكثر من 150 عضوا في القيادة الوسطى أعضاء الدفعة 33 للخدمة الوطنية الذين يتلقون التدريب المهني في مديرية دق محرة تبرعوا بالدم. وأوضح رئيس لجنة التبرع الطوعي للدم في مديرية دق محرة السيد قرماي إسات أن التبرع بالدم نتاج أنشطة التوعية الجارية.
وأوضح مدير مركز التدريب المهني في القيادة الوسطى المهندس جوعش الشمباش أهمية التبرع بالدم، معربا عن الارتياح لترسيخه كثقافة على مستوى البلاد. وشدد متبرع الدم على أهميته لإنقاذ الحياة، منادين تعزيز التوعية في جميع المراحل التعليمية لخلق وعي وفهم مشترك. وتفيد الجمعية الوطنية للمتبرعين الطوعيين للدم أن أنشطة التوعية التي قامت بها خلال 8 سنوات من تأسيسها عام 2013 قد حققت نتائج مرضية في كمية المتبرع به. دعا سكان مدينة تسنيت تشجيع العاملين في الأشغال اليدوية التراثية لدورها في حفظ التراث والهوية. وأشار المواطن علي عثمان البالغ من العمر 77 عاما والذي عمل لحوالي 50 سنة في صناعة الفخاريات. ويعمل المواطن علي عثمان في صناعة الأزيار والجبان والمواقد التقليدية، أواني الأزهار وغيرها، ويسعى في أعماله لعكس التراث والهوية الإريترية، وأن منتجاته تسوق في تسني وهيكوتا وقلوج ومدن وبلدات وقرى أخرى. وقال المواطن علي عثمان أن لديه الرغبة لنقل خبرته إلى الشباب إذا وجد الأدوات اللازمة. سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قتل 4 جنود من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، وأصيب 19 آخرون بجروح إثر هجوم مسلح استهدف معسكرهم بمدينة أغلوهوك بمنطقة كيدال شمال مالي. وأفاد بيان صادر عن البعثة الأممية في مالي مينوساما أن المهاجمين تكبدوا خسائر فاضحة وتركوا عددا من ضحاياهم القتلى في موقع الهجوم، مشيرا إلى أنه تم إرسال طائرات مروحية إلى موقع الهجوم لإجلاء الجرحى من المعسكر الذي يضم في الغالب جنود حفظ السلام تشاديين. من جهته أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش بأشد العبارات الهجوم الذي شنته عناصر مسلحة على معسكر تابع لبعثة الأمم المتحدة في بلدة أغلاهوك بمنطقة كيدال شمال مالي. وقال الأمين العام في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دورغريك أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، وأنه يمكن إنزال العقوبات على المسؤولين. ومطلع يوليو 2013 انطلقت مينوسما، وهي من أكثر بعثات حفظ السلام تعرضا للهجمات الدامية في العالم. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت 20 موقعا دفاعيا للجيش الأوكراني في منطقة دونباس شرق البلاد، في حين حذرت روسيا كييف وحلف الناتو من القيام بأي محاولة لاستعادة شبه جزيرة القرم. وأوضحت القوات المسلحة أن الانفصاليين المدعومين من روسيا خرقوا وقف إطلاق النار شرق البلاد 21 مرة. واتهمت القوات الانفصالية الموالية لروسيا بخوض معارك ضد الجيش الأوكراني في لوهانسك. بدوره قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن جيش بلاده قادر على صد أي هجوم، مشددا على أن الالتزام وقف إطلاق النار التام هو الضمان الوحيد للتوصل إلى حل سلمي. في المقابل حذر النائب في مجلس الدوما الروسي ميخائيل شيريميت كلا من أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي الناتو من شن ما أسماه عدوانا على شبه جزيرة القرم. وكان الكرملين قال سابقا إن أي تحرك من حلف الناتو لنشر قوات في أوكرانيا سيؤدي إلى تأجيج التوترات قرب الحدود الروسية الأوكرانية.
قضى 5 أشخاص جراء انهيار مبنى سكني في بانكوك وفق ما أفاد به عامل إغاثة. ويقع المبنى المؤلف من 3 طوابق في حي فخم في قرب بانكوك، وكانت قد اجتاحته النيران وتم إخماده بعد نحو ساعة. وفيما كان عمال الإنقاذ والإطفاء يبحثون عن ناجين، انهار المبنى ما أدى إلى مصرع 5 أشخاص على الأقل وفق أحد السكان. وصرح رئيس جهاز الإنقاذ أن سبب الانهيار لا يزال مجهولا، قد يكون الحريق سببا رئيسي لانهيار الأقسام الداخلية من المبنى السكني. وأضاف المسؤول أن فريق الأدلة الجنائية يحقق في أسباب اندلاع الحريق. ونادرا ما تشهد بانكوك المليئة بأبراج التسوق والمباني السكنية الشاهقة حوادث انهيار مباني. والخبر الأخير في هذه النشرة: تنظم حديقة يويو أتانا في بكين النسخة الثانية من مهرجان الضوء الدولي للمدينة، حيث يقوم الزوار التنزه ومتابعة المسارات المضاءة بإضاءات زرقاء اللون. تعد الحديقة موقعا شهيرا للاستمتاع بأزهار الكرز في الربيع، ولكن مع غروب الشمس تنتظر الزوار تجربة جديدة يتم إبراز جمال الطبيعة بمساعدة من التكنولوجيا. ويتم استخدام حوالي 19 نوعا مختلفا من معدات الإضاءة وأكثر من 12 ألف مصدر ضوء، بالإضافة إلى كيلومترين من نطاقات الإضاءة لإنشاء مشهد ليلي قريب الأطوار. كما يشير موضوع مهرجان الضوء لهذا العام الفضاء الأزرق، فإن فريق الإنتاج قد خلق كونا يتضمن الكوكب الأزرق. وسيستمر مهرجان بكين الدولي للضوء حتى أكتوبر المقبل. وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا المساء، قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.